وحينما أقول الصحراء يعني بها الصحراء بين مزدوجتين الغربية والشرقية أيضا. هنالك خرائط تبين كيف تطورت الحدود، وهو رصيد جد هام حصلنا عليه من رصيد المعزوزي الذي كان متكلفا بهذا الأمر. هنالك ومن بعد الدول أخرى أيضا شهد شاهد من أهلها. يحاول النظام المخزني كعادته التشويش على بلادنا وتسويق أطماعه التوسعية، ومن هذا المنبر نقول له بأن الجزائر مسيجة بدماء الشهداء وعصية على المتآمرين وعوانهم. كتشوف شي ناس يقول لك هذه ماشي هي خريطة المغرب، لا هي خريطة المغرب الحقيقية اللي فيها مناطق الصحراء الشرقية المغربية. وايلي ولا ما تدوخوناش عاوتاني كيفاش؟ شرح لينا واش دابا الجزائر هارفه لينا على ارضنا اللي كتسمى الصحراء الشرقية المغربية اللي فيها تيندوف وبشار وادرار واطار والقنادسة؟ واش دابا تيندوف وعين صالح تميمون مغربية ومحتلة من طرف النظام العسكر الجزائر؟ الا كان هذا الشيء صحيح يعني دوك البيار ديال النفط البترول اللي فيها يعني ديالنا، ويعني ان المغرب دولة بترولية، ويعني ان المغرب هي اكبر دول افريقيا مساحة. مجلة ماروك ابدو نشرت صورة الغلاف فيها خريطة المغرب ومعاها النص ديال الجنوب الغربي ديال الجزائر على انها اراضي مغربية، وهما يا خويا الجزائرية سعروا طلع لهم الدم ما جاهمش النعاس، وقالوا باللي المغرب عنده اطماع توسعية وديما كيعاودوا ديك الكاسيطة القديمة ديال خاصنا نحترموا الحدود الموروثة على الاستعمار. حال الاستعمار كانت عنده شرعية، وأن اللي سطر الحدود بالمسطرة فرا ديك الحدود صافي مقدسة. أولا شتي فين ما تشوف الحدود ديال شي دولة فيها سطر هكا مقاد في الخريطة ديالها، عرف راه المستعمر الغاشم كان مكسال داير رجل فوق رجل فواحد الشومبرا كليماتيزي هاز قلم ومسطرة كيفرق في الحدود بالمسطرة بحال كيفرق في كيكة. هذه الجزائر، هذه ليبيا، هذه مصر، هذه كدا. اليوم حان الوقت نجبدوا واحد الدوسي خويمج، وإلا كان كيحساب ليهم راه حنا نسينا وفرطنا في اراضينا التاريخيه، وإلا كان كيحساب ليهم راه غير حيتاش رسميا الدوله ما كتهدرش على هذا الموضوع وما كتطالبش بالصحراء الشرقيه المحتله، لان الدوله المغربيه كتحترم الاتفاقيات والمعاهدات، حيث النظام المغربي كيقدم رساله للمجتمع الدولي انه كيحترم المعاهدات اللي سيناها، خصوصا ان الفوتوكوبي ديال المعاهده اللي سناها الحسن الثاني الله يرحمه مع هواري بومدين كاينه في الامانه العامه للامم المتحده، وما باغيش يجبد صداع. فقولوا لهم ان المغاربه الحرار ما نسوش، وان وطن لا ندافع عنه لا نستحق العيش فيه من الاخر، واننا عارفين ان دوله الجزائر والنظام الجزائري وحكام قصر المراديه ركب على المشكل ديال الصحراء المغربيه المفتعل، وكيدعم البوليساريو بالسلاح وبالفلوس حيتاش باغي المغرب يبقى ديما مشكل وديما ملهي باش يعطل المغرب على انه يطالب بالصحراء الشرقيه المحتله من طرف عسكر الجزائر. وهكا غادي تطمئن وتنعاس على جنب الراحه، لان المغرب مضارب غير مع الصحراء ديالو، حيتاش الصحراء الشرقيه وتندوف وبشار تاريخيا هي مغربيه شاء من شاء ابى من ابى. عطيني اخويا يونس اللاصق. سيداتي سادتي، حلقه اليوم الحدود المغشوشه، الصحراء الشرقيه المغربيه، الارض المغصوبه، الحق المغربي الذي لن يضيع رغم انوف جنرالات الجزائر. اليوم غنعريو على اللاص، غنخويو المزيودة ونقولوا شنو كاين. الصحراء الشرقية هي مغربية عطاتها فرنسا الاستعمارية للجزائر حيت كانت طامعة في الثروات ديالها الباطنية، حيتاش فرنسا اصلا كانت ناوية ما تخرج نهائيا عن الجزائر وتبقى مستعمراها ليومنا هذا. لكن مورا المعاهدة اللي سنة الراحل الحسن الثاني اعترف فيها بان الصحراء الشرقية جزائرية، ومورا ما صادق عليها البرلمان المغربي ولات جزائرية بحكم احترام الحدود الموروثة على الاستعمار. ولكن واش فراسك باللي ديك المعاهدة فيها واحد الشرط اساسي اللي لما كانش كيعني ان المعاهدة ما واكلاش وما منها والو؟ فشنو هو هذا الشرط؟ وشنو القصة ديال الصحراء الشرقية اللي ضاعت من المغرب؟ وعلاش لحد الان الجزائر كتستعمر الصحراء الشرقية المغربية والمغرب ما كيدير والو؟ اعطونا لايك، شاركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. على بركة الله نبداو.
1830 فرنسا استعمرت الجزائر، ومن تما شويه بشويه بدات كتلتهم المناطق ديال الصحراء وكتضمها الجزائر، حيت فرنسا كانت كتعتبرها فرنسيه، وبقات الصحراء الشرقيه بيد فرنسا كتاكل الخيرات ديالها. 1962 الملك الراحل حسن الثاني استقبل وفد من الصحراء الشرقيه في مدينه فاس وقال لهم لا تخافوا، اننا سنحمل هذا الامر على عاتقنا. جمله تاريخيه بسيطه لكن المعنى ديالها كبير، وهي حجه ودليل قاطع على ان المملكه المغربيه ما تخلاتش وما عمرها غتخلى على صحرائها الشرقيه اللي اقتطعها المحتل الفرنسي ولحقها بالجزائر اللي كانت ديك الساعه مقاطعه فرنسيه. من مورا استقلال المغرب ومورا استقلال الجزائر بدا كيطالب المغرب باسترجاع الصحراء الشرقيه، لكن الجزائر في شخص احمد بن بله خان العهد وافتعل ازمه حدوديه، وقال بن بله ان ديك الارض ماتوا عليها الشهداء. نسى باللي المغاربه دعموهم بالسلاح بالمال، المغاربه جاهدوا مع خوتهم الجزائريين، السلاح كان كيدوز من وجده ونساو هذا الشيء، مما ادى لحرب الرمال. الجنرال دريس بن عمر القائد اللي اكتسح بالجيش المغربي غرب الصحراء الشرقيه، وفي سيمانه قدر يرجع 50% منها. سيمانه كانت كافيه باش تلقى القوات المسلحه الملكيه النظام الجزائري درسا قاسيا بان اي مساس بسياده المغرب غادي يكلف الجزائر ثمنا باهظا وبحر من الدمايات. مشات الجزائر طلبات النجده من دول الوحده الافريقيه، جمعوا قاده الدول الافريقيه مع الحسن الثاني وقالوا له ها العار السي الحسن الثاني الله يرحم بها الوالدين، لما وقف الزحف ديال الجيش ديالك في الشرق الجزائري وجلسوا بيناتكم وحلوا المشكل وحلوا هذه الازمه سياسيا. ديك الساعه الحسن الثاني انتزع اعتراف رسمي من الرئيس الجزائري احمد بن بله بان المملكه المغربيه عندها حقوق تاريخيه داخل الاراضي الشرقيه، وان فعلا فرنسا منين بغات دير واحد تجارب نوويه في الصحراء الشرقيه صيفطات رساله كتشاور مع الملك الراحل محمد الخامس الله يرحمه، ومحمد الخامس ما بغاش، فداك الشيء علاش دارت تجارب نوويه بزز منه. وهاد الحقوق التاريخيه غادي يناقشوها في المفاوضات، لكن الحسن الثاني كان عارف ان الجزائر غتخوي به، ان كاع داك الشيء اللي كديرو غير باش طول هاد الدوسي تا تلقى ليه شي تخريجه. 1972 غادي يتم توقيع اتفاقيه ما بين المغرب والجزائر، اتفاقيه ديال ترسيم الحدود الحاليه، ولكن سمعوني مزيان حيت هاد الشيء بمقابل. شنو هو المقابل؟ المقابل هو الاستغلال المشترك لثروات الصحراء الشرقيه من قبل الجزائر والمغرب نص بالنص، وغيديروا واحد اللجنه مشتركه هي اللي غادا تتكلم بالاضافه لالتزام الجزائر بدعم مغربيه الصحراء الغربيه ضد المحتل الاسباني. هاني الوقت كل شيء هو هذاك حتى 1975 ويا الجزائر تقلبات وعلنات على دعمها البوليساريو، احتضنات المرتزقه وسلحاتهم ودخلاتهم في حرب ضد المغرب باش يبقى المغرب مشغول بالصحراء المغربيه واستنزاف قدراته باش ما يبقاش يطالب بالصحراء الشرقيه. الحسن الثاني بالذكاء ديالو كان عارف ان الجزائر ما غتحترمش هذه الاتفاقيه، داكشي علاش ديك الاتفاقيه ما عرضهاش على البرلمان المغربي يصادق عليه. يعني ديك الاتفاقيه يا اما يطبقوا جميع البنود اللي فيها بند بند، ولا يا اما فراها اتفاقيه ما ساويه والو، وبقى المغرب كيحارب البوليساريو ولكن ما نساش ابدا الدفاع على الصحراء الشرقيه. جا بوضياف اللي واعد المغرب انه غيحل مع المشكل، لكن الجنرالات ديال الجزائر قتلوه. تطلب العلم والدين تاع الاسلام. 1992 البرلمان المغربي غيصادق على اتفاقية ترسيم الحدود ما بين المغرب والجزائر. يعني هذه الخطوة واش كتعني ان المغرب صافي تنازل على الصحراء الشرقية ديالو، صافي ضاعت؟ لا، تبعوا معايا مزيان في هذه المعاهدة كاينه واحد التقيبة زوينة اللي غتخلي المغرب يشرك ديك الاتفاقية ويقلب الطاولة على الجزائر ويدير ليها نفاخ. السيادي كاين واحد الكنز ديال الحديد، ملايين الاطنان ديال الحديد كاينه تحت الارض ديال تيندوف، وبالضبط في غار جبيلات. الحديث عن منجم غار جبيلات هو حديث واحد من أكبر مناجم الحديد في العالم، تقدر طاقة إنتاجه بحسب المصادر الجزائرية بنحو 50 مليون طن سنويا من الحديد. اتفاقية فيها واحد البن أن هاد الثروة هذه هي ثروة مشتركة، يعني المغرب والجزائر ديالهم بجوج نص بالنص، يعني المغرب عنده فيها النص، ومفروض أن ديك الثروة تصدر من ميناء أكادير. ولحد الآن الجزائر
الجزائر ما كتخرجش حتى شي غرام من هذا الحديد. يعني نهار غتنوض الجزائر تبغي دير شرع يديها وتقول ديك الثروه ديالي ناخذها كيف ما بغيت، المغرب غيقول لها حبس هداك تما، ها هي الاتفاقيه تقعدي. ولا ما بغاتش هذه الاتفاقيه غتكون لاغيه، وغنرجعوا للحاله ديال 1950 ونطالبوا رسميا بمرجعيه 1950 وسير الضيم. ترى البلباله غتنوض. الجزائر عارفه حتى هي هذا الشيء، داكشي علاش ما لقاتش حل الا توظف كراكيز البوليساريو. بلاتي قلتي كنز ما كنز في تندوف والمغرب عنده فيه النص وما شفنا والو اخويا. علاش ما يجبدوهش يقسموه بيناتهم ونوليو لاباس علينا وما يوليو لاباس عليهم؟ وهذا الكنز هذا حتى واحد ما هضر لينا عليه، عمرنا سمعنا ليه شي حاجه. شحال غيكون فيها تقريبا ديال الحديد وشحال من مليار ساوي؟ ويلي لا يوريك الملايير والبلايير. والفيديو الجاي هو اللي غادي نشوفوا فيه هذا الشيء وغنفهموا مزيان هاد الحريره هذه. سيداتي سادتي، حلقه اليوم سالات. شكرا بزاف على المتابعه. ما تنساوش تعطونا لايك، تشتركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. كان معاكم اخوكم وحبيبكم يونس مسرار. السلام عليكم، دوزوا بخير.